انا جايه لك من المستقبل وبقول لك كلها شهر وامتحانات تالتة اعدادي هتبدا. الحق نفسك قبل فوات الاوان، ترجع تقول يا ريتني سمعت الكلام اللي عبير قالته. ازاي الم كل اللي فاتني في تالتة اعدادي؟ انا ابتديتش اذاكر خالص او بدات اذاكر ومكسل وحاسس ان انا تعبان ومش بعرف اقعد نص ساعه على المذاكره. يا اما انا شخص ما ذاكرتش خالص، يا اما انا شخص ذاكرت ونسيت اللي ذاكرته، يا اما شخص انا منعدم الاحساس ومش حاسس بالخوف ولا بتأنيب الضمير تجاه اي حاجه. النهارده انا جايه اقول لك على اكتر حاجات مهمه تخليكوا تدخلوا الامتحان بقلب ميت وما تبقوش قلقانين من حاجه، ولا بقى مجموع ابن خالتك اللي كان اعلى منك، ولا مجموع بنت عمتك، ولا مجموع ابن خالك، ولا اي حاجه. انت هتدخلي كده انت ضامنه انك جايبه 180 من 180 او 140 من 140. لا وكمان هتدخلي المدرسه اللي انت عايزاها، اذا كانت خاصه ستيم اللي انت عايزاه هتدخليه باذن الله، طول ما انت حاطه في بالك كده ان انا بسمع فيديو عبير ده وهطبق كل كلمه فيه وكل حاجه هتقولي عليها. هقول لكم على طريقه مذاكره حرفيا هتوفر عليكم وقت ومجهود، وهقول لكم كمان 4 حاجات مهمه جدا 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 لو انت او انت طالبه في ثالثه اعدادي، وحتى لو كنت في ثانوي الفيديو ده هيفرق معاك قوي. انا عارفه ان كل ما تيجي تقعد تذاكر على المكتب او في اي مكان عقلك بيهيألك انك تعبان خلاص ومش قادر تكمل مذاكره، مع انك لسه ما ابتديتش مذاكره، فبالتالي ما بتذاكرش اصلا. فلو انت او انت من النوع اللي بتحسوا ان كل ما تيجوا تذاكروا انتوا عايزين تناموا وفاصلين على الاخر، فانا هقول لكم على 4 حاجات مهمه، وفي اخر الفيديو هقول لكم على الطريقه السحريه اللي انا بستخدمها في المذاكره اللي والله العظيم عمرها ما فشلتني. وقبل اي حاجه هقول لكم دعاء دلوقتي تقروه معايا وتكتبوه في ورقه جنبكم. قومي دلوقتي حالا اكتبيه، او اكتبيه حتى في الكومنتات علشان تاخدي كمان اجر غيرك لما يقراه. اللهم يا رزاق يا ذو القوه المتين ارزقني، اللهم اني ابرأ اليك من حولي وقوتي والجا الى حولك وقوتك يا ذو القوه المتين. الدعاء خلاص، يلا بينا نسمي الله كده ونبتدي. انا عايزاكم دلوقتي حالا تكتبوا لي في التعليقات ايه اكتر ماده شاطرين فيها وبتحبوها جدا، وايه اكتر ماده بتكرهوها جدا، عشان انا عامله لكم مفاجاه تحفه جدا. بس اهم حاجه تكونوا متابعيني على الانستجرام عشان الخطه السحريه. انا هتكلم على 4 حاجات، يلا بينا نبتدي بالحاجات الاقل اهميه، او كلهم بصراحه معتمدين على بعض، يعني حاول لو هتعملهم تعملهم الاربعه مع بعض عشان تحس بنتيجه جباره. اول حاجه وهي دايما يا جماعه لما احنا نكون لسه صاحيين من النوم ونقوم على المكتب نذاكر بيكون الوقت ده مش مناسب. يا اما لو انت صاحي فايق اوكي مفيش مشكله، لكن دايما عشان يجي لنا طاقه نذاكر نشتغل نعمل اي حاجه لازم نعمل مجهود بدني الاول. يعني ما ينفعش تصحى من السرير على المكتب، عكس الناس اللي بتقول لك اصحى من النوم ذاكر على طول، ده شيء غلط جدا. لما تصحى حاول انك تقوم تصلي، تبتدي تعمل اي رياضه، تنط في مكانك، حركات عشوائيه، تبتدي ان انت تنزل وتطلع ضغط، تبتدي تجري في مكانك، اعمل اي مجهود بدني. المجهود البدني بيخليك فعليا لما تيجي تقعد تذاكر تركز في المذاكره. وفكر كده كم مره انت خرجت مع اصحابك ولما جيت من بره حسيت انك عندك طاقه انك تذاكر او تشتغل. نفس الفكره، شوفي كم مره انت قعدتي ترغي مع صاحبتك في التليفون وتتحركي وتروحي وتيجي، وبعد ما خلصتي معاها حسيتي ان انت خلاص عندك طاقه للمذاكره. فدايما علشان اسمع مني وطبق ورايا بجد ما تفكرش، ابتدي انك اعمل اي مجهود بدني الاول، ومش مجهود بدني انك تتعب قوي، لا اعمل رياضه، نط في مكانك، اجري، انزل اتمشى شويه كده لو حواليك في نادي او اي حاجه، او حتى لو هتتمشى في الشارع، وارجع تاني بعد المجهود البدني ده. وصدقني هيفرق في طاقتك في المذاكره، مش هتحس انك تعبان وعايز تنام، لان الواحد لما بيصحى من النوم وبيقعد يذاكر صدقوني بيجيله نوم تاني وبيحس ان هو هينام ويصحى يكمل وفي الاخر ما بيذاكرش اصلا. تاني بقى نصيحه هقولها لكم ودي جباره والله العظيم جباره، وهي انك تذاكر وتذاكري بصوت عالي. بجد يا جماعه ان الواحد يذاكر او يشتغل بصوت عالي ده بيعلي جدا من تركيزه وبيقلل من فكره ان هو عايز ينام او تعبان او عنده خمول. اضغط على نفسك وجرب كده تذاكر بصوت عالي. بلاش بجد القراءه الصامته. فكر كده، مش دايما اهالينا بيقولوا لنا لو عايزين تناموا افتحوا المصحف واقروا قرآن، او حتى افتحوا كتاب واقروه؟ دايما الشخص لما بيقرأ بيجيله نوم، ما بالك بقى انك عايز تذاكر وبتعمل حاجة انت ما بتحبهاش اصلا، فطبيعي ان انت هيجيلك نوم اكتر. دايما اقرأ بصوت عالي، اقرأ بصوت عالي علشان تقدر تخلي عقلك يستوعب انك دلوقتي انت بتذاكر وبتقول معلومات محتاج تركز فيها. فدايما ذاكر بصوت عالي، بلاش تقول قوانين كده في دماغك او تقعد تقراها كده، لا
قول بصوت عالي وكررها. لما تبتدي تذاكر بصوت عالي وتكرره صدقني هتلاقي تركيزك بقى عالي جدا، هتلاقي نفسك انتاجيتك بقت اكتر، هتلاقي نفسك بتذاكر عدد ساعات اكتر، وهتلاقي نفسك بتفتكر المعلومه تعامل اكنك بتشرح للناس اللي حواليك. انا اسفه جدا يا جماعه لو في صوت دوشه بره، مصور لكم الفيديو ده الساعه 8 الصبح في عز بقى المدارس والشغل، فبعتذر لكم جدا لو في اي صوت دوشه. نركز في الكلام المهم بتاع الفيديو. ابتدي بقى في اهم واخر حاجتين، ودول فعليا انا سبتهم للاخر كده علشان بجد هما حاجات مهمه قوي. الحاجه الاولى او الحاجه الثالثه وهي انك تغير مكان المذاكره. بلاش كل يوم تذاكر في نفس المكان، ذاكر مره على السفره بتاعه الاكل، ذاكر مره في الصاله، ذاكر مره في البلكونه، ذاكر مره على المكتب. ما تذاكرش على السرير طبعا، بس ذاكر، غير اماكن المذاكره. واقول لكم بقى حاجه عني انا او عن تجربتي، لو انت في مقدرتك ابتدي حتى لو يوم واحد في الاسبوع انزل ذاكره من تحت. في اماكن ورك سبيس كتيره جدا، في اماكن للمذاكره في الدقي وفي مصر الجديده وفي وسط البلد وفي الكوربه، في كل حته في اماكن للمذاكره. والحلو في الموضوع ان انت نازل وهتدفع فلوس، فانت هتحط في بالك انا نازل عشان اذاكر. ابعد عن التليفون تماما، بلاش الحاجه بتاعت انا هستخدم التليفون في المذاكره وهحتاجه كده، لا اطبع لو في ورق عايزه اطبعه في ورق خارجي. لو انت هتستخدم الموبايل اقفل الواي فاي تماما. لو انت محتاج الواي فاي اقفل كل النوتيفيكيشنز واعمل موبايلك يعني على وضع الطيران، وركز في الحاجه اللي انت بتعملها. والله 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 لو فعلا غيرت المكان اللي انت بتذاكر فيه على الاقل مره واحده في الاسبوع، ده بيفرق في نفسيتك جدا وبيخليك مركز في المذاكره. وبدل ما تقعد 6 ساعات بتذاكر انت هتذاكر ساعتين بس وهيكونوا بال6 ساعات. حاجة بقى الرابعة ودي حاجة جبارة جبارة جبارة، وهي مكافأة النفس. دايما حط في بالك كده قبل ما تذاكر انا النهاردة لو خلصت مذاكرة اللي عليا انا هعمل كذا، وخلي الحاجة الكذا دي اللي هي حاجة طبيعية انت بتعملها في يومك. انت مثلا شخص كل يوم بينزل يلعب في البلاي ستيشن ساعة، ذاكر ما ذاكرش، لا انت بقى حط شروط لنفسك. قول لنفسك انا لو خلصت مذاكرة مثلا العربي النهاردة او الانجليزي النهاردة او العلوم او دراسات، انا هنزل البلاي ستيشن. حطي في بالك ان انت بتكلمي صاحبتك كل يوم، طب لا انا مش هكلمها النهارده، انا بعد ما اخلص مذاكره هنتصل ونرغي ونحكي مع بعض. طب انت مثلا متعوده كل يوم بتعملي لنفسك ماسكات وبتدلعي نفسك وكده، قولي لنفسك انا مش هتحرك من مكاني غير لما اخلص مذاكره، وهكافئ نفسي بالحاجه اللي بحب اعملها. اذا كنت بحب اعمل اندومي، بحب اجيب شوكليت واكلها، بحب اتفرج على مسلسل، بتابع مسلسل، كافئي نفسك. عاملي نفسك معامله كده الطالب والمدرس. انا مدرس دلوقتي سالني سؤال جاوبته اداني هديه، اعملي مع نفسك كده، ربي نفسك. طول ما انت بتربي نفسك والله العظيم والله العظيم دايما هتقدري نفسك وهتعرفي طالما ده وقت مذاكره انا هذاكر. مفيش حاجه اسمها اصلا انا عايزه انام، اصلا انا مش فايق، اصلا انا تعبان ساعه الامتحان، الكلام ده مش هينفعك. ودلوقتي بقى جه الدور اللي انا اقول لكم الحاجه اللي وعدتكم بيها في اول الفيديو، وهي الطريقه السحريه اللي انا بستخدمها دايما في المذاكره او في الشغل عشان اركز، وهي طريقه البومودورو. طبعا في ابحاث كتيره جدا عن الموضوع ده يا جماعه، ان احنا نسبه التركيز بتاعتنا دايما بتكون نص ساعه. دايما ركز كده في المذاكره، اول نص ساعه بتكون قويه جدا، بعد كده تلاقي نفسك بتذاكر ساعه 2 3 4، ممكن توصل اليوم كله قاعد على المكتب وانت ما بتنجزش قد اول نص ساعه ذاكرت فيها. فعشان كده طريقه البومودورو دي ان احنا بنبتدي نذاكر نص ساعه، اول ما نوصل للنص ساعه دي تركيزنا بيبتدي يقل 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 لغايه ما ينزل لتحت، وبعدين بنفضل ماشيين تحت كده بمعدل شبه بعضه. فانا ازاي اخلي دايما تركيزي في الطالع لفوق؟ عشان تركيزي يبقى في الطالع لفوق انا محتاجه اخد استراحه او بريك كل نص ساعه. بما ان انا كل نص ساعه بفصل، انا بعد نص ساعه هاخد بريك بالظبط من 3 دقائق ل5 دقائق. هل يا عبير انا في البريك ده هلحق اعمل حاجه؟ صدقني البريك ده هيفرق معاك جدا. بعد ما كان النص ساعه طلعت لفوق وابتدت تنزل، انت البريك اللي هتاخده هيطلعك لفوق وهتبتدي تطلع تاني. خلصنا نص ساعه هتنزل حاجه بسيطه وهتطلع تاني. فطريقه الاستراحه او طريقه البومودورو دي ان انت هتاخد بريك 5 دقائق بعد كل نص ساعه كحد اقصى. هتعمل فيها ايه؟ يا تقوم تشرب حاجه تفوقك، يا تقوم مثلا تعمل رياضه، يا تقوم تكلم صاحبك بسرعه كده تقول له انا عملت في المذاكره 1 2 3، شخص يكون بيشجعك مش شخص هيقعد يرغي معاك ويضيع لك في وقتك. يا اما مثلا تقعد كده تستمخ وتفضي دماغك من كل حاجه، يا اما تفكر في الحاجات الحلوه اللي نفسك تحققها في حياتك، يا اما تفكر انك هتجيب مجموع حلو وان انت فعلا عايز تذاكر
تبتدي يعني تدي نفسك كده اشارات كلها ايجابيه تجاه موضوع المذاكره. المهم ان انت في البريك ده تعمل حاجه مفيده، ايا يكن بقى، هتاكل، هتشرب، هتاخد شاور سريع جدا، هتخش تغسل وشك، مش هتعمل حاجه، بس بلاش تسحل نفسك، بلاش تفتحي مسلسل، بلاش فيلم، بلاش تقولي البريك ده انا هروح اكل فيه وتقعدي بقى فاتحه حاجه تتفرجي على يوتيوب وتضيعي وقت. طريقه البومودورو من اكتر الطرق اللي ناجحه معايا. كل نص ساعه باخد بريك 5 دقايق وبرجع اكمل، وطاقتي بتتجدد في النص ساعه. طبعا بحس ان طاقتي بتتجدد في البريك اللي انا بديه لنفسي. ودي الطريقه بتاعتي اللي انا بستخدمها في المذاكره، وفي طرق تانية كتير هكلمكم عنها ان شاء الله الفتره اللي جايه. لو انتم حابين اكتبوا لي دلوقتي في التعليقات ايه اكتر ماده انتوا خايفين منها وحابين نتكلم عنها، وحابين نتكلم على نقطه ازاي نذاكر الماده دي او ازاي نخلص المنهج في الماده دي. وبس كده، هشوف اكتر ماده هيجي عليها كومنتات كتير، وان شاء الله هيكون موضوع حلقه اللي جايه.